تخيل معايا التكنولوجيا اللي بتتحكم في كل تفصيلة في حياتنا واللي متبرمجة تنفذ الأوامر بالحرف. ايه اللي هيحصل لو فجأة لقيت نفسها مرمية في مكان مفيش فيه أي رحمة؟ مكان بقى مفهوش أكواد وبرمجة ولا ذكاء اصطناعي، مكان محكوم بقانون واحد بس، البقاء للأقوى. فعايزك بقى تجهز المشروب بتاعك المفضل وتركز معايا علشان احنا داخلين على قصة هتعجبك قوي. بس قبل ما نبدأ ما تنساش تضغط لايك وتعمل اشتراك علشان يوصلك كل جديد وكده، وعايزك تقترح علينا ايه الفيلم اللي ممكن نعمله قدام ان شاء الله. بس كده يلا بينا على الفيديو. الفيلم بيبدأ بمشهد أكشن على طول. مرة واحدة بنشوف سفينة فضائية ضخمة بتفقد السيطرة فجأة وبتقع بكل قوتها فوق جزيرة معزولة تماما في وسط المحيط، اتدمرت بالكامل، بس مفيش غير صندوق واحد بس بيفضل سليم، والجزيرة ما فيهاش أي أثر لحياة بشرية وسط كل الدمار ده. بس حيوانات الجزيرة بيقربوا من الصندوق واحدة واحدة وبيبدأوا يلعبوا في الزراير، وفجأة في كائن غريب بيفتح عينه وبيصحى، واللي بنعرف بعد كده ان هو روبوت متصمم علشان يكون اداة في ايد البشر، واسمه الروبوت روز 7134. بتطلع من الصندوق وبتعمل مسح للمكان كله، بس مفيش اي شبكة ومفيش بشر على الجزيرة خالص. والروبوت روز متبرمجة على حاجة واحدة بس، انا هنا لخدمتك واقدر اساعدك ازاي. لكن المشكلة المرعبة انها بتسأل السؤال ده لغابة مليانة حيوانات مفترسة، كل اللي شايفينه فيها انها مجرد وحش ولازم يتدمر حالا. وروز بتبدأ تتحرك، وكل خطوة بتعملها بتورطها أكتر. هي بتحاول تتواصل مع الحيوانات بس طبعا هم مش فاهمين أي حاجة. وهنا روز بدأت تدرك الحقيقة، لو فضلت تتصرف زي ما اتبرمجت هتموت. فبتدخل في وضع المراقبة والتعلم، بتقرر تقف مكانها وما تتحركش، لدرجة ان الطحالب بدأت تغطي جسمها من كتر الوقفة. بس هي في نفس الوقت بتبدأ تحلل كل حركة بتحصل في الغابة، بتسجل أصوات العصافير والحيوانات وحركتهم، وبتتعلم اللغة بتاعتهم لحد ما بتعرف تتكلم وتتواصل معاهم، وبتبدأ تفهم كلامهم. بصراحة حاجة جامدة جدا. ورغم ان روز بدأت تفهم الغابة، لكن لسه برضو الغابة ملهاش امان ولا قواعد ثابتة، فروز لسه بتبقى مختلفة عن باقي الحيوانات، وكل اللي حواليها بيخافوا منها ومش عارفين هي عايزة ايه. ولما بتفشل انها تلاقي حد يساعدها، بتقرر انها تفعل وضع الرجوع للمصنع، ايوه زي اللي بنعمله في الموبايل كده. لكن في اخر لحظة بيضربها البرق وبتقع من اعلى قمة في الغابة، بتتدمر وكل اجزائها بتتنطور، والحيوانات بتيجي وبتلعب بيها. لكن لسه برضو وضع الرجوع للمصنع شغال. الحيوانات بتخطف الجهاز المسؤول عن تحديد الموقع بتاعها عشان تقدر ترجع تاني للمكان اللي اتصنعت فيه، وبيحصل مطاردة وبتجري وراهم علشان تاخد الجهاز. بس اثناء ده بيظهر دب كبير جدا مفترس وبيبدأ يهاجمهم، وفي وسط المطاردة دي الدب بيتضايق جامد جدا، وبتحصل الكارثة في الوقت ده. بتتزحلق وبتقع على شجرة وبتدمرها بمعنى الكلمة. بس لما بتقوم بتبص تحتها وبتلاقي انها وقعت على عش كامل لعيلة من الوز. العش اتدمر تماما، بس دلوقتي الآلة اللي المفروض انها اتصنعت علشان تساعد وتمنع الأذى اتسببت دلوقتي في ضرر. ولكن اكيد طبعا احنا شايفين انها ما تقصدش حاجة زي كده. لكن وسط اللي حصل ده بتلاحظ بيضة صغيرة واحدة موجودة في العش، بيضة واحدة بس اللي سليمة، وبتقدر من خلال المسح الضوئي بتاعها تعرف ان البيضة جواها كائن لسه عايش. فبتمسكها بين ايديها وبتفضل تبص لها، وفي الايد التانية معاها الجهاز المسؤول عن رجوعها. فيا ترى ايه اللي هيحصل بعد كده؟ ركز معايا كده وفوق علشان احنا داخلين على احداث جميلة قوي. بس فجأة وهي ماسكة البيضة بيجي ثعلب وبياخدها في ثانية وبيجري، وروز بتجري وراه وبتقول له بمنتهى السذاجة انت متأكد انها بتاعتك؟ والثعلب بيحاول يهرب منها، وبعد مطاردة طويلة بتقدر تاخد منه البيضة وبتخبيها، وكمان بتساعد الثعلب. وبعد شوية روز بتلاقي البيضة بيحصل فيها شرخ، وبتكون مش فاهمة ايه ده. بتحاول توقف الشرخ بايديها، لكن في الاخر بيطلع منها وز صغير جدا، وبيفتح عينه لأول مرة وبيشوف روز قدامه اللي اصلا لسه قاضي على عيلته من شوية. المهم وبدون اي تفكير بيعتبرها امه، بس روز بتكون شايفاه مجرد عميل بيتنفذ اوامره. وروز بتركب جهاز الاشاره عشان ترجع للمصنع، بس الاشاره بتكون ضعيفه، فبتتحرك عشان توصل لمكان اعلى ويكون فيه اشاره. والوز الصغير بيفضل ماشي وراها ومتعلق بيها جدا، كيوت قوي بصراحه. بس روز طبعا مش فاهمه اي حاجه. وفي اخر لحظه بعد ما بترجع الاشاره، الوز بيكسر بمنقاره الجهاز. ايوه حظها وحش جدا، هي كده كده شكلها مكتوب لها هتقعد هنا شويه. والوز الصغير بيفضل يمشي ويلعب لغايه ما بيلاقي نفسه في وسط حيوانات تانية اساسا. ولما الحيوانات الصغيره بيشوفوه بيعملوا نفسهم ميتين عشان الروبوت اللي هو بالنسبه لهم الوحش ما ياكلهمش. بس ام الحيوانات الصغيره دي بتكلم روز وبتقول لها انه خلاص بقى يعتبرك امه ودي مهمتك دلوقتي. وهنا روز لما بتسمع كلمه مهمه بيحصل لها حاجه في نافوخها باين. هي اصلا متصممه علشان تعمل مهمات، وبتلاقي نفسها قدام اصعب مهمه في الوجود، التربيه. ايوه، وعلشان تقدر تربي الوز الصغير ده بتعمل صفقه مع اكتر كائن مكار في الغابه، الثعلب داهي. هو اصلا اللي كان جاي
علشان ياكل البيضه، وبيكون مطلوب من روز 3 حاجات قبل الشتاء: تاكله وتعلمه ازاي يعوم، والاهم تعلمه ازاي يطير. والمفروض ان الثعلب يساعد روز في الرحله دي، لكنه بيستغل الموضوع ده في اي حاجه محتاجها. وهنا روز بتبدا تبني بيت يعيشوا فيه، وطبعا بياخدوا فكره البيت من دقدق اللي المفروض بيسمي ده فن راقي. وبعد كده بيفكروا في اسم للوز، وروز بتحاول تسميه بس بتسميه برقم، يعني سمته 715 زي اسمها بالظبط. لكن الثعلب بيقول لا 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 لا، مفيش الكلام ده، لازم الاسم يكون فيه ميزه. وفي الاخر بيسموه ابو منقار. وفي يوم من الايام بيحصل رعد وبرق، والجو بيبقى مرعب شويه، وابو منقار بيكون خايف. فبيقرر الثعلب انه يحكي له حدوته، والمفاجاه ان ابو منقار حب الحدوته جدا وبيكون مندمج، وبتساعده روز لكن بتبوظ الدنيا شويه. وبيكون شكلهم عيله جميله، وبينجحوا ان ابو منقار ينام. وهنا الروبوت بتسال الثعلب سؤال: ازاي قدر يحكي حدوته على حاجه ما يعرفهاش؟ فالثعلب بيقول لها: يا ترى ايه اللي ما يعرفوش؟ فبتقول له: الحب. فطبعا الثعلب بيتصدم وبيرد عليها وبيقول لها انه لما الواحد بيكبر بيكون ناقصه حاجه بيفضل يفكر فيها. وهنا روز البطاريه بتاعتها بتكون قربت تخلص، ولازم تطفي نفسها لحد تاني يوم الصبح. وبنفهم من هنا ان الثعلب طلع طيب، مش شرط يكون شرير على طول. الايام بتعدي وابو منقار بيكبر، وبيحاول يتواصل مع بقيه الحيوانات وبيعرف نفسه، لكن الحيوانات بتبقى خايفه منه لان اللي ربوه روبوت، والمفروض انهم بيسموه الوحش والثعلب المنقار. وهنا بنلاحظ ان ابو منقار عرف كل حاجه يعتبر عن روز. بيتكلموا مع بعض عن قطع غيار جوه روز، وابو منقار اتعلم كل حاجه ليها علاقه بالروبوتات. بنشوف ابو منقار وهو بيحاول علشان يجرب ينزل يعوم في الميه، ولكن الحيوانات الصغيره هنا بيتريقوا وبيقولوا انه هيموت من الخض اول ما ينزل، وهنا ثقته بتتهز وبيخاف ينزل. لكن الثعلب بيجي وبيزقه وبيوقعه في الميه. بس بنكتشف هنا ان ابو منقار بالفعل بيعرف يعوم اساسا، وبكده تكون اكتملت مهمه العوم. بنلاقي روز خايفه على ابو منقار، فبتبعت معاه روبوت صغير كده بيعوم من غير ما ياخد باله، نوع من انواع الامان يعني. وبنلاقي ابو منقار فرحان وعمال يستكشف المكان، وبيقابل وز زيه كتير. وهنا بنشوف ان ابو منقار بقى معروف وسط الوز ان اللي ربته وحش، وبيتنمروا عليه وبيغرقوه وبيمشوا ويسيبوه. بس فجاه في سمكه بتظهر بتقرب على ابو منقار وبتحاول تموته، ولكن روز والثعلب بيحاولوا ينقذوه. بس رجل روز بتتحشر في صخره تحت الميه، لكنها بتفضل ترمي طوب على ابو منشار، والطوب بيخلص وخلاص ما عادش فيه اي حل. ولكن على اخر لحظه بتنقذ روز ابو منقار بالروبوت الصغير اللي كانت بعتها قبل كده. والوز اللي اتنمروا عليه بيرجعوا تاني ومستغربين انه بينادي على روز بماما، وطبعا بيضحكوا عليه وبيتريقوا وبيقولوا له ان الروبوت ده اساسا كان سبب في موت مامتك الحقيقيه. والثعلب بيغضب جدا وبيحاول يهجم على الوز، ولكن روز بتشده وبيقرروا يمشوا مع ابو منقار. وهنا كانت الصدمه. ابو منقار بيبص لروز وهو مصدوم وحزين وبيقول لها: انت موتي عيلتي فعلا؟ وهنا روز بتقول له: ايوه. وابو منقار هنا بيتغير تماما عليها وبيحصل خلافات ما بينهم، والثعلب بيبقى واقف مش عارف يعمل حاجه. ابو منقار بيلوم روز انها السبب في كل مشاكل حياته، وفي الاخر بيقول لها: انت مش امي، وبيمشي. بس الغريب ان روز حست بالحزن، مع ان المفروض انها مجرد آلة من دون مشاعر، وان تربيتها لابو منقار كانت مجرد مهمه. وبعد الخناقه اللي حصلت دي بنشوف روز بترجع للمكان اللي صحت فيه، وبتشوف الكتالوج بتاعها وقطع غيار غرقانه في الميه، وبتشوف حقيقتها اللي نسيتها، وتكتشف روبوتات مصديه جنبها زيها بالظبط، فبتحاول تشغلهم. وهنا الروبوت الغرقان بيشتغل وبيتواصل مع روز وبيعرف نفسه بالارقام. لكن هنا روز بتقول له ان كل واحد المفروض يبقى ليه ميزه واسم، وبيبان ان روز نسيت انها مجرد روبوت وبقت بتمتلك مشاعر بشر. وطبعا بتحاول تخلي الروبوت الخرده يساعدها، وروز بتشرح لها ان في مهمه مش عارفه تكملها، ولكن الروبوت بيكون مش فاهم اي حاجه، وبتقول له انها بقت بدل ما بتحل المشاكل من الكتالوج بقت بتحل المشاكل من هنا وبتشاور على القلب. وهنا الروبوت مش فاهم منها اي حاجه طبعا، وبتبتدي روز تتوتر وتقول انها كمان مش فاهمه هي بتعمل ايه دلوقتي، وانها بقت بتشطح بخيالها. والصدمه الاكبر انها بتقول لها: انا عندي عيل. ولما الروبوت بيعمل لها كشف اعطال بيقول لها: انت لعبتي في برمجتك وبقيتي بضاعه تلفه. وده كله عشان بقت روز عندها مشاعر، وبتديها جهاز ارسال علشان روز محتاجه تتصلح وتروح المصنع. وطبعا روز بتقول: ايوه انا لازم امشي من هنا واروح مكاني. بس هنا بنلاقي داهي زعلان جدا، وبيقعدوا يتكلموا مع بعضيهم، واثناء ما بيتكلموا بيشوفوا الوز طاير، وده معناه ان الهجره بدات، وابو منقار لازم يهاجر والا هيموت، ومضطرين انهم لازم يحاولوا معاه تاني علشان لازم يطير. وبيحاولوا يقنعوه ولكنه رافض تماما، وقال لروز: مهمتك خلصت خلاص، وده يخليكي تقدري
تقدري تمشي دلوقتي. بس هي بتصمم انها تكمل الاخر وتنهي المهمه. وبعد كلام كتير ابو منقار بيقتنع عشان عايز يبعد عن المكان ده وبيوافق انه يحاول يطير. وهنا روز بتحاول تحلل طريقه طيران الوز علشان تعرف تعلم ابو منقار، وبيحاولوا كتير قوي، وروز مش بتستسلم. الامومه اللي اتزرعت جواها ما بقتش مجرد كود برمجي، دي بقت مشاعر زي البشر. وبتقرر روز تستعين بطير تاني علشان يساعدها في تعليم ابو منقار. وبعد تدريب طويل ابو منقار اخيرا بيقدر يطير ونجح انه يتحكم في جناحاته. وبيجي وز عجوز اسمه ابو رقبه، وده المفروض اللي هيقود الهجره اللي جايه كلها للوز، وبيقول لها برافو عليكي على اللي عملتيه. وبنعرف منه انهم هيهاجروا بعد اسبوع، وان ابو منقار محتاج يقوي جناحاته للهجره، وعلشان كده لازم يفضل طاير لحد ميعاد الهجره. وبيقول لها ان فرصته الوحيده لو جناحاته ضعفت قلبه يقويه. وهنا بنشوف روز والثعلب بيساعدوا ابو منقار على تقويه جناحاته، وكمان كل الحيوانات بيحاولوا يساعدوه. واخيرا بنشوف قائد الهجره بيستلم من روز ابو منقار علشان يبداوا الهجره. وهنا الوز كله بيطير، وبنشوف لحظه وداع مؤثره جدا بين ابو منقار وروز، فعلا لحظه فراق حقيقيه بين ام وابنها. وهنا روز بتحاول تساعده في الزقه الاولى عشان يبدا يطير، علشان دي تبقى ذكرى ما بينهم. وكده روز تمت مهمتها بنجاح. ولكن روز مش قادره تستوعب بسبب مشاعرها، وبتبقى مش عايزه تفارق ابنها، مع ان كده المفروض اصلا المهمه تمت، بس بتجري عشان تشوفه، بس خلاص بيكون مشي. وبكده بيكون وقت الرجوع جه، والثعلب وروز بيحاولوا يمثلوا انهم مبسوطين، لكن ده عكس الحقيقه تماما. لكن الثعلب بيقول لروز خليكي، مش لازم تمشي. وبنعرف هنا ان الثعلب مش عايزه تمشي عشان يتعلق بيها قوي، لكن روز بتصر انها تمشي. وبتسال الثعلب سؤال مهم جدا، يا ترى ازاي تعرف انك بتحب حد؟ بيجاوبها انك بتكوني عاوزه تقولي له انك بتحبيه، لكنها بتقول له ان للاسف خلاص فات الاوان. الثعلب بيمشي وهو زعلان وحاسس بالوحده زي الاول. وبنشوف روز وهي بتبعت الارسال للمصنع اللي صنعها عشان يجوا ياخدوها. وبننتقل لمشهد تاني، وبنشوف الوز وهو مهاجر، بس علشان الجو بيقلب فجاه فبيضطروا يستنوا في مكان لحد ما الجو يهدى. والعجيب انه بيطلع مكان كله روبوتات شبه روز، وبنكتشف ان ده المصنع اساسا اللي صنع روز. وابو منقار بيفرح جدا وبيروح يكلم روبوت من الروبوتات على انها روز، لكن الروبوت بيقرأ ان ده غزو حيواني وبيهاجم الوز كله. وبسبب الخلل اللي حصل المصنع شبه اتدمر، وبنلاقي الوز كله مش عارف يتصرف لانهم خايفين منهم. بس الوحيد اللي مش خايف هو ابو منقار، لانه اصلا اللي ربته روبوت زيهم. وعلشان كده ابو رقبه بيخلي ابو منقار هو قائد الهجره. وبنشوف ابو منقار وهو بيتفادى الطلق وبيقود الوز كله. وبنرجع تاني وبنشوف الثعلب رجع تاني مع روز وعايز يفضل جنبها. وبنعرف اصلا انها وقفت الاشاره، وبتقول حتى لو ابو منقار مشي وسابهم هي مش هتسيب الغابه وهتستناه لما يرجع وتطمن عليه. وقررت انها تفضل مع الثعلب. ومعرفش بصراحه دي المره الكامل اللي بتخالف فيها برمجتها. الشتاء بيجي والتلج بيغطي كل حاجه، والحيوانات بتبدا تموت من البرد. بس روز بتعمل اجمل حاجه لحيوانات الغابه، بتلف على حيوانات واحد واحد بتنقذهم وبتجمعهم كلهم في مكان دافي، والكل بقى عايش في سلام، المفترس مع الفريسه. ودلوقتي روز غيرت قانون الغابه بعد ما انقذت الحيوانات بطريقتها، والبطاريه بتاعتها بتبدا تفصل. وهنا الثعلب بيعرف الحيوانات دي كلها ان الفضل يرجع لروز، وان هي اللي انقذتهم من الشتاء، وهي دي اللي كانوا بيقولوا عليها في الاول الوحش. واخر كلمات قالتها روز قبل ما تطفي طلبت منهم وعد واحد، وهو انهم يفضلوا مع بعض ايد واحده. وبعد شهور بينتهي الشتاء، وبتصحى روز وبتسمع صوت وز كتير، فبتجري بره البيت وبتلاقي ابو منقار بقى هو القائد وهو السبب في انقاذ الوز كله. بس هنا بتقرر روز انها ترجع مكانها، لان ابو منقار خلاص لقى مكانه. وبيجري عليه الثعلب وبيمسكه من رقبته، والكل بيفتكروا انه بياكله، لكنه بيقول لهم انه صاحبه. وابو منقار بيعرفه انه بقى القائد دلوقتي، وان ابو رقبه مات اثناء الرحله. بس ابو منقار هنا بيسال على روز وبيدور عليها، لكنه مش بيلاقيها. بس حصل اللي ما كانش متوقع، الشركه المصنعه الروز بعتت فرقه استرداد، سفن فضائيه بتنزل على الجزيره طالع منها روبوتات امنيه مسلحه، مهمتهم حاجه واحده بس، يقبضوا على روز ويمسحوا ذاكرتها بالكامل ويرجعوها لضبط المصنع. لكن قبل ما روز تمشي معاهم بتكون عاوزه تشوف ابو منقار، وقبل ما بتمشي بيوصل ابو منقار فعلا، وبتخرج من السفينه وبتقول لهم انها نسيت حاجه، وبتكون متوتره جدا. وهنا بتعرف الروبوتات انها بتهرب وبتبدا تهاجم روز. بس هنا بيحصل اللي محدش يتوقعه ابدا، حيوانات الجزيره اللي كانوا خايفين من روز في الاول دلوقتي بيهاجموا الروبوتات المسلحه وبيدافعوا عن روز، وكل واحد بيبدا يدافع بطريقته، وكأن الغابه كلها بتقول للشركه روز تخصنا احنا.
وابو منقار اخيرا بيوصل، بس بيفتكر ان الموضوع خلص على كده والدنيا بقت جميله، لكن بتبدا السفينه تضرب عليهم وبيقدروا ياخدوا روز وبيبداوا على طول في عمليه مسح الذاكره. لكن ابو منقار في نفس اللحظه بيطير هو وباقي الوز ورا السفينه وبيحاولوا يرجعوا روز تاني، واثناء الحرب دي بيبداوا يرجعوا روز لوضع المصنع، بس هي بتطلب منهم حاجه واحده بس، تحتفظ بذكرى واحده بس حتى، بس الروبوت بترفض. وبيبدا ابو منقار في الهجوم على السفينه، بيحاول ينقذها بس خلاص، وكل اللي حيلته انه يقعد جنبها وبيقول لها انه بيحبها. وفجأة بترجع تشتغل تاني وبتقول له يلا بينا نرجع بيتنا. وبمساعدة الحيوانات أخيرا بيدمروا السفينة، وبتنط روز وأبو منقار من السفينة قبل ما تتدمر. وفي اللحظة دي روز بتفتكر أبو منقار وهو صغير في أول مرة شافته، وبتشيل مصدر الطاقة بتاعها وبتدخل أبو منقار مكانه. دي بقت أم أوي الصراحة، وبتفعل وضع الحماية قبل الهبوط، والحيوانات بيتعاونوا في إنهم ينقذوا الجزيرة من الحريق. وبتنزل روز وأبو منقار بسلام، وبتشوف روز الغابة متدمرة. لكن بعد ما المعركة بتخلص روز بتدرك الحقيقة المرة، الشركة مش هتسيبهم في حالهم، وهيفضلوا يبعتوا قوات تدمر الجزيرة لحد ما ياخدوها. فعلشان تحمي ابنها وتحمي الغابة بتقرر تسلم نفسها ليهم وتروح بنفسها. في مشهد الوداع أبو منقار بيقف قدام روز بيعيط وبيسألها وهل هيمسحوا الذاكرة بتاعتك؟ يعني هتنسيني خلاص؟ بس بترد عليه إنها دايما هتفضل فاكراك، يمكن يمسحوا برمجتي بس هفضل فاكراك دايما لأنك هنا، وبتشاور على القلب. لحظة وداع حزينة جدا بصراحة، ولكن للأسف هي دي الحياة. والحيوانات بيقولوا لها احنا عملنا كل ده علشان تفضلي معانا اساسا، بس بتقول لهم انتوا برضو كسبتوا تعاونكم وهتقدروا تعيشوا سوا في امان بعد كده. والثعلب بيقول لها احنا صحاب وانا عمري ما كان عندي صحاب، طب ولو حبيت احكي لك عن اي حاجه وانت مش هنا؟ بس في الوقت ده الحيوانات بترد عليه وبتقول احنا وقتها نسمعك. يعتبر كده الغابه بقت ايد واحده فعلا، وروز بتبتدي تفعل الاشاره والسفينه بتوصل. وبعد مرور حبه وقت بنشوف الحيوانات عاملين بيت شتوي في البيت اللي بنته روز، ومشغلين الفيديو بتاعها كأنه فيلم، وكمان الثعلب بيحكي لهم حدوتة روز. وبنروح للمشهد الأخير، وروبوتات كتيرة قوي من روز شغالة في المصنع، وأبو منقار بيدور عليها وبيعرفها على طول، ولما بتشوفه بتعرفه برضه على طول، وبينتهي الفيلم على كده. وفي النهاية الفيلم بيوصل لنا كذا رسالة حلوة، أما إن مشاعرنا مهمة أوي يا صديقي، ولازم نراعي مشاعر غيرنا، بس أنت عارف في نفس الوقت ما ينفعش تخلي مشاعرك تسيطر عليك طول الوقت. وكمان التعاون مهم جدا، وبصراحة أنا عن نفسي بستغرب جدا من الناس اللي بيفضلوا يتخانقوا وما بيكونش فيه تعاون ما بينهم، وده أحيانا بيتسبب في إن العدو بيدخل ياخدهم على الجاهز. وأخيرا الفيلم بيقول لنا إن الاختلاف مش معناه عداوة، عادي جدا تكون مختلف عن اللي قدامك سواء كان في رأيك أو شكلك، لكن ده مش سبب يخليك تعديه. وبس كده، يا رب يكون الفيلم عجبكم. ما تنساش تصلي على النبي عليه الصلاة والسلام وتضغط اللايك الجميل بتاعك، وما تنساش تشترك في القناة علشان يوصلك كل جديد، واشوفكم على خير. مع السلامة.